السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقصوا من الكتفين، لان هنايا عندي واحد الكتفين كبار بزاف. شوفوا شحال عندي في غير في الكتف الواحد، عندي فيه 21 سنتيم. وحنايا كي كنخدموا الكتف، كنخدموا الكتف مع العنق كيكون عندنا فيه 21 سنتيم. هذه راه غير كتف واحد بدون العنق فيه 21 سنتيم. اذا هنايا النسبه اللي غادي نحيدو من هذا الكتف ما غاديش تعدى 4 ديال السنتيم، لانه الا تعدات 4 السنتيم غادي تولي عندنا مشكومه. اذا شوفوا هنايا انا دخلت لكم للداخل، وهنايا غادي نحسب 4 سنتيم، لان عندي الكتف طويل، وعندي حتى الكم طويل، يعني طويل عليها من جهة الكتف ومن جهة ديال الأكمام، يعني في الطول ديال الأكمام. إذا أنا حسبت هذيك 3 سنتيم ولا 4 سنتيم اللي غادي نحيدو، يعني ما كتعداوش 4 سنتيم. إلا تعديتو 4 سنتيم غادي تجيكم الخدمة مشكومة. إذا هنا كنبل باش الخدمة عندي ما تجينيش مشكومة، غادي نبل على أساس مثلث. يعني دخلت ب3 سنتيم غادي نخرج بالزيرو، يعني غادي نبقى كنميل الخياطة حتى نخرج بالزيرو. اذا هذا هو الشكل، شوفوا كي كيجي على شكل مثلث هكا. اذا حتى بالنسبه للجهه الثانيه غادي نبلها، والتنبال كيعاونني بانه الخدمه ديالي ما تجينيش مشكومه، حيت هاد الخياطه اللي كنديرو يعني ماشي صحيحه 100%، لان حنايا الا جينا نحلو الكم على الكتف ونقصو، غادي نضطروا اننا نقصو من الكتفين، ونقصو عاوتاني من الصدر، يعني من الصدر. وهنايا غادي نوقعوا في واحد المشكل اللي كبير. يعني اذا كان عندها اللباس فضفاض بزاف، يعني نقدروا اننا نقادوه مزيان، لانه هنايا الكم كيبقى عندنا الكم نفسه ما كنقدروش نزيدو فيه. هذا اذا حيدنا من الطول، وداك الطول درناه على شكل فرماجه تحت الابط. اذا كاين بزاف ديال الحلول، ولكن هذا الحل هو اللي كيكون بزاف، لانه اللباس كيكون حدو قدو، يعني لف الطول لف الصدر كيكون عندهم مشكل غير في الطول ديال الكم، وفي الطول ديال عرض الكتفين كيكونوا معرضينه بزاف. اذا هذه الطريقة الأولى. إلا ما كانش عندي الطول، يعني نحيد من الطول ونزيد في الكم تحت الإبط على شكل فرماجة، لأنه كما كتشوفوا هنا الكم ما نقدروش نزيدو فيه. فهذاك النقصان اللي غادي نكونوا حيدناه من الكتف، فغادي نحاولوا أننا نديروه على شكل فرماجة تحت الإبط. إذا أنا هنا ما عنديش نقص لها من الطول ولا من شي حاجة، فهذه هي الطريقة السهلة. وحتى في الخياطة حاولوا أنكم تخيطوا بطريقة، ما تخيطوش بعشوائية، حاولوا أنكم تخيطوا غير بشوية عليكم هكا باش الخياطة ديالكم ما تجيش مشكومة. أنا هنا في الأول غادي نبدي الخياطة من المنتصف، ونمشي مع داك المثلث اللي خيطته، ونولي عاوتاني نبدي من المنتصف ونكمل على المثلث اللي خيطته. اذا هاد الطريقه غادي نديرها من الجهتين، من الجهه اليسرى ومن الجهه اليمنى.
إذا شفتوا كيفاش كنقاد الثوب. هنا الثوب عندي مطاطي وكيعذب بزاف، فحاولوا انكم يعني تعطيو الخاطر. الخياطه فيها الصبر، يعني واحد الصبر خص يكون عندك باش تكوني خياطه وتتقني الخياطه والفينيسيون. خصك يكون عندك الصبر، وما تقلقيش انك تخدمي بياسه في الساعه. حاولي انك تاخدي وقتك، الا عييتي نوضي، ضربي دوره، شربي قهوه ورجعي كملي. ماشي ضروري انك تكملي البياسه ديالك تمتم، يعني حاولي انك فاش تلقاي راسك انه صافي يعني ما بقيتيش قادره تحملي هذيك البياسه، ما بغاتش تصدقلك كاع، حاولي تحطيها وتنوضي تشوفي حاجه اخرى ومن بعد ولي عندها، فتما غادي تصدقلك ان شاء الله. اذا هنا من بعد ما خيطت غادي نحيد هذاك الفوفي اللي درته في الاول. البنات بالنسبه لهاد البياسات اللي كيجيبوا لكم كيكونوا سواقيين، كيكونوا فيهم بزاف ديال الديفويات. انا هنايا صوبت لها غير الكتفين، ولكن كان عندها واحد الديفو اخر في الاكمام. يعني حاولوا في الاول قبل ما تاخذوا بياسه على الزبونه ديالكم، حاولوا تشوفوا كاع الديفويات اللي فيها اذا كانت سواقيه، لانه اذا نتوما قديتوا لهم واحد الجهه، قديتوا لهم غير جهه واحده ومن بعد هما اكتشفوا هذاك الديفو اللي فيها، فغادي تكون المسؤوليه عليكم نتوما زعما اللي عطات لكم باش تقدوها. فحاولوا دائما فاش تجي عندكم الكليانه حاولوا انكم تشوفوا بياسه وشنو فيها وشنو هما الاخطاء اللي فيها، توري لها زعما الاخطاء عاد باش تقبضي البياسه ديالك. اذا احنا نقصنا، ماشي ما نقصناش بزاف، ولكن امو بعدا نقصنا واحد 6 سنتيم من اليمين ومن اليسار. اذا هنايا باش تولي عندي الخدمه نقيه خصني نقطع هذاك الشيء اللي لداخل، ولكن هي قالت لي ما تقطعيهش خليه لي هكاك. احنا غادي نخليوه هكا، يعني حتى الا هي بغات الا بغات زعما تحيدو راسها فتحيدو راسها. اذا كملنا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.